هاي لبرج العذراء. اليوم القمر في بيت صديق بالنسبة لك. لما بنحكي عن قمر في برج الثور، فبرج الثور هو صديق لبرج العذراء بما أنه جميعكم من المثلث الترابي. هيدا اليوم جيد بالنسبة لك، اليوم وبكرة جيدين لأخذ بعض القرارات المالية. طبعا اليوم عم بيكون جيد لبناء الإثارة، اليوم جيد للتحفيز، اليوم جيد للانطلاق بعمل. بالنسبة لك عم تستمتع بمنظورات مختلفة هيدا النهار. ممكن يوم امبارح كان عندك شوية قلق في الصباح، عم تشعر بعض الطاقات المتوترة، أما اليوم التغييرات مناسبة لك. فبالنسبة لك بما أنه كمان عم بيتماشى أورانوس في برج الثور مع القمر باتصال واحد أو بمسير واحد، هيدا الشيء رح يساعدك ويدعم عندك بعض المشاريع المالية. طبعا بدنا ننتبه شوي مواليد العشرية الثانية من بعض العلاقات اللي ممكن فيها أمور سلبية ما بينك وبين شريكك العاطفي المتزوجين تحديدا. أما بالنسبة للعازبين فالطاقات جميلة جدا للاعتراف المشاعر العاطفية. طبعا اليوم بالنسبة لك مولود العذراء، بما أنه كمان عندنا عبور لفينوس في برج الحوت، ففينوس اليوم ممكن كتير تساعد مواليد العذراء المتأخرين في الزواج أنه تاخذوا خطوة للاستقرار والزواج. ممكن يحصل زواج مفاجئ، ممكن يحصل ارتباط بشكل مباشر. فهيدي الطاقات الجميلة الموجودة حاليا في برج الحوت اللي بيمثل عندك بيتك السابع اللي هو بيت الزواج. كمان معقول انه يظهر لك بعض الاشخاص في محيطك المهني اللي فينا نقول سلبيين نوعا ما. بدنا نحذر موعد العشرية الثالثة تبتعدوا قدر الامكان عن بعض العلاقات السامة، أو ممكن علاقات اللي ممكن تأثر عليك، تأثر على تقدمك. هيدا الوقت بإمكانك أخذ قرار عاطفي في المساء بكل وضوح وبكل صراحة وبكل شفافية. الطاقات اليوم عم بتشجعك تاخذ قرار عاطفي مهم جدا بهيدا الوقت. بتمنى لك يوم سعيد.